يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة القادمة بمواجهة فريق فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل في نصف النهائي وفوز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل 28 ديسمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة 8 بتوقيت السعودية وقطر على استاد محمد بن زايد في الإمارات، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا قبل مباراة النادي الأهلي وفيوتشر في 3 عصرا بتوقيت القاهرة. وأثبتت الفحوصات المبدئية عن إصابة محمد الشناوي بشد في العضلة الخلفية بعد إصابته في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، وسيخضع لفحوصات طبية أخرى لتحديد موقفه النهائي من مباراة فيوتشر القادمة. وستكون المباراة القادمة للنادي الأهلي المباراة الأخيرة التي سيخوضها الفريق قبل فترة توقف كبيرة لخوض منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، لذلك يسعى النادي الأهلي للفوز ببطولة كأس السوبر المصري وتحقيق إنجازا جديدا قبل فترة التوقف القادمة.